ضحك، لكن مضمونه سم. مضمونه سم. هو الراعي، احد الرعاة الرئيسيين بجمهورية مصر لهذه الشرذمة الحقيرة، يجمع لديه مساء اللاعمدة ومجموعة التعريس المكونة من حماد ولماد وهماز وصاوي وواوي ويوي ويوي. هو انا يعني ما بدي اعيد القصة. المهم خلينا نمشي بالموضوع. لما فتحنا البث عملناه متنفس للشارع السوري على امل اليوم وبكره الساعة وكذا، يعني قلنا خلينا نعمل الشق اللي حكى عليه اخونا العشوائي منذ قليل. شو عملنا؟ قلنا خلي الناس تتنفس، يعني بدي متنفس لهالشارع حتى ما يتم التصعيد، لاني انا زلمه عم بشتغل دبلوماسيه، ما عم بشتغل بالتصعيد، بدي الشق السياسي يضل شغال بالامر. إذا واحد فينا نطق، اذا بتذكروا الحوادث الشهيره اللي حصلت معنا، مجرد ما سمع احدهم اين هي الدوله من ذلك، كانت المداخله بذكرها المره الاولى من 3 اشخاص منهم الاخ دراغون، قال اين هي الدوله من ذلك؟ ما رايك بهذه الشرذمه الحقيره اللي عم تعمل هجمه وقحه ضد السوريين في مصر؟ انتوا عايزين تعرفوا مين اللي محرضهم ولا عايزين تتكلموا وخلاص؟ لا، اذا عندك معلومات نتشرف فيك يا اخي، نحن ما عم نعمم. ما انت بترفض وبتقول دي فتنه ومش فتنه بس دي الحقيقه. يعني انا لا يستحيل ان انا اغير ليك انت الحقيقه عشان ارضيك ولا عشان اطلع على البث. ابدا، لك رايك يحترم يا اخي. تفضل تفضل، عبر عن رايك. اولا الاخوان المسلمين استحاله ان هم يرفضوا اي واحد مسلم او غير مسلم يجي على ارض مصر، استحاله، لان ده ليس منهجهم يعني. 2، حكينا قبل كده ان المواطن السوري شديد الذكاء شديد التحرك والانتاج، فده عمل ازمه بينه وبين المواطن النصراني في مصر. بيتجوز المواطن السوري بيخلف يفتح محلات، هيتفوق المسلم السوري ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا على النصراني المصري. فالكنيسة استشعرت هذا من خلال سراياهم المطلقين في الشوارع والمحلات والدواوين الحكومية. وزي ما حضرتك عارف الأقليات بيكون يعني عندهم حرص شوية، فقاموا بفعل هذه البثوث. هم اللي بدأوا. طيب يعني بس خاطب لي عقلي لو سمحت، انا بس بدي خاطب العقل. هل الاشخاص ما يعني معلش ما ننطرف للشق الديني او التفرقه بهذا الشان، لكن كونك عم توصف حضرتك بشكل يعني مهذب، بدي اعطيك الواقع الاغلبيه هي من فئه معينه، احمد ومحمد، يعني كيف عم تقول لي يعني هذا استصغار لعقولنا. احنا هنكمل اهو. اللي بدأوا بالموضوع ده احمد ومحمد وعلي وكمال وبتاع. بعد ما تحرينا عنهم من خلال 6 شهور مضت، ثبت ان هم مسيحيين. واللي يقول لك قبطيه واللي يقول لك فرعون واللي يقول لك انتيوس واللي مش عارف. دقيقة بس دقيقة، جلوري عطي اشراف لميمو بسرعة لو سمحت. اسف على فاهمني؟ شو الموضوع؟ فدول هم اللي بدعوا الموضوع، ودول كملوا وراهم او انساقوا معهم في هذا الطريق. طلع رئيس مجلس الوزراء قال لك احنا بنرحب بكل الناس والدنيا زي الفل، وكلامكم ده كله كلام فارغ. احنا كحكومه بنرحب بالناس دي في مصر. كانوا بيصوتوا ويقول لك رئيس الوزراء ده غبي ورئيس الوزراء ده مش فاهم حاجه والكلام اللي انت عارفه ده. ولكن يا مرحب بالسوريين ويا مرحب بالعراقيين واليمنيين، وكويس ان بلدنا حلوه والناس بتيجي عندنا واحنا عايشين زي الفل. انا ما شايفش اي مشكله من اي نوع من اي حاجه. فاهمني؟